أنا عايز قبل ما أبدأ أحكي لك قصة معينة، حاجة معينة، موقف بيحصل لي كتير جدًا وعايزين نفسّره سوا. كتير أوي أنا باقعد مع ناس مختلفة سواء صحابي أو ناس ما أعرفهمش، وبالاقي إن الناس دي مثقفة جدًا. الناس دي لمّا بنيجي نتكلم في الbusiness والفلوس اللي هو المجال بتاعي، بالاقي إن هم قاريين كمية كتب مش طبيعية، وعارفين كمية أفكار ومفاهيم في الbusiness أنا شخصيًا ما أعرفهاش. فالناس دي بجد أنا أصلًا ما باعرفش أقعد معاها من كتر ما هم عندهم معلومات، يعني باحس إن أنا جاهل وأنا وسطهم. الحاجة بقى الغريبة في الموضوع ده، إن أنا عندي business وهم لأ. أنا مش جاي أقول مين اللي أنا أحسن ومين الأوحش، أنا بس جاي أتكلّم في فكرة إن أنا دايمًا كنت باحس وأنا قاعد مع الناس دي إن أنا فيّا مشكلة، أو إن أنا عندي حاجة نقص معيّن، أو أنا مثلًا مش باعرف أتعلّم أو كده، أو إن أنا كسلان حتى، ولكن أنا اللي عندي business وهُم لأ. وده خلّاني أفكّر كتير جدًا، هو المشكلة فين؟ هل المشكلة فيّا إن أنا مش مثقّف زيادة، والّا المشكلة فيهم هُم؟ وإحنا النهارده في الحلقة دي في مصدر دخل عايزين نتكلّم على الموضوع ده، عايزين نتكلّم على مشكلة الناس اللي بياخدوا كمية معلومات كتيرة جدًا في الموضوع، لدرجة إن ده بيبقى عائق بالنسبة لهم إن هُم أصلًا يبدأوا في الموضوع. فعلشان تفهم قصة الحلقة دي خلّيني أوصف لك حاجة معيّنة، موقف معيّن غالبًا بيحصل لك أنت كل يوم، لإن هو بيحصل تقريبًا ل100% من الناس. كم مرّة كان نِفْسك تتعلّم حاجة معيّنة وعشان خاطر الحلقة دي تعالَ نتكلّم إن أنت تعمل business أو إن أنت تعمل فلوس online. وأول حاجة عملتها إن أنت فتحت جوجل وبدأت تقرا أكتر، وتاني حاجة عملتها إن أنت فتحت يوتيوب وبدأت تتفرّج على فيديوهات كتيرة، وفيديو ورا التاني ورا التالت عمّالين يجرّوك في كمية معلومات، أنت بقيت منبهر. أنت بقيت حاسس إن أنت خلاص فهمت الموضوع، بقيت حاسس إن في خطوات واضحة قدّامك، وبقيت حاسس إنك شُفت ناس عاملين أو بيتكلّموا عن قصص نجاحهم في الموضوع. فأنت من كتر الفيديوهات اللي أنت يعني استوعبتها أو قعدت تتفرّج عليها، حسّيت إن أنت خلاص قطعت شوط كبير جدًا. واللي حصل إن أنت اتحمّست واليوم خلص ودخلت تنام وقُلت أنا إن شاء الله بُكرة هابدأ في الموضوع ده. بُكرة هابدأ رحلة بناء الbusiness بتاعي أو مصدر الدخل بتاعي أو أيًا كان الحاجة اللي أنت اتفرّجت عليها. واللي بيحصل إن أنت بتتسحل في حياتك وبتتسحل في يومك وشغلك أو مدرستك أو الجامعة بتاعتك، بتكمّل في الحياة وبتنسى الموضوع شوية، لحد ما بتوصل لوقت تاني في حياتك إن أنت مثلًا في نُص الشهر وصلت لأزمة مادية تاني، فتبدأ تقول لا، لأ، أنا بقى محتاج أبدأ الbusiness اللي قُلت عليه، وتبدأ تخش في الدوامة تاني بتاعة إن أنت بتتفرّج على فيديوهات. أهو اللي أنا وصفته لك ده هي المشكلة اللي إحنا بنحاول نتكلّم عليها في الحلقة. من كتر المعلومات اللي موجودة أونلاين، البشر بقوا بيضيّعوا وقت كتير جدًا في استهلاك المعلومات دي كلّها، عن ما هم بقوا بيحطّوا أي مجهود بتاتًا إن أنت تنتج في الموضوع اللي أنت عايز تعمله، ودي مُعضلة. ده سبب كبير جدًا من أسباب إن أنت ما بتاخدش خطوات، إن أنت مسحول في موضوع المعلومات الكتيرة. خلّينا نتّفق إنه المعلومات بقت واصلة لمرحلة مش طبيعية، وسهولة وصولك للمعلومة بقت حاجة يعني في القمة، يعني بقى الواحد اللي بيعمل كده بيوصل لأي معلومة هو عايزها، وده على قد ما هو مفيد وصحّي جدًا، على قد ما هو وصّل الإنسان لشلل إن هو ما بقاش بيعرف ياخد خطوات من كتر المعلومات اللي موجودة. زمان يعني كان جدي بيحكي لي إن هو لمّا كان في الجامعة وكان بيبقى محتاج مثلًا يعمل دراسة معيّنة والّا واجب والّا مش عارف إيه، كان بيروح المكتبة اللي هي كانت بتفتح في وقت معيّن في الأسبوع، وكان بيدوّر على كتاب اللي هو يعني حظّه هل الكتاب ده دخل مصر والّا لأ، ولو دخل مصر هل في حد تاني في الجمهورية كلّها مستلف الكتاب والّا لأ. لو الكتاب ما دخلش مصر كانوا بيطلبوا الكتاب وبيستنوا عليه على الأقل 3 أسابيع، ولو الكتاب كان موجود في المكتبة كان بيدوّر عليه، يفتح الكتاب ويقعد يقرا لحد ما يلاقي المعلومة اللي هو بيدوّر عليها، وبمجرد إن هو لقى الحاجة اللي عايزها كان بيقفل الكتاب ويروح بسرعة يطبّق الحاجة دي. خلّي بالك، هو الحاجة دي اتعلّمها من خلال وجهة نظر الكاتب اللي كتب الكتاب ده، دي مجرد وجهة نظر واحدة. ما هو في مئات الناس جرّبوا الموضوع ده وفي وجهات نظر كتير مختلفة وطرق كتير مختلفة، ولكن هو من قلة المعلومات اللي موجودة لمّا لقى المعلومة دي خدها وجري بيها بسرعة عشان يلحق ينفذها ويتأكد إنها صح. إحنا دلوقتي في زمن الموضوع مختلف، إحنا دلوقتي في زمن إن أنت بتشوف فيديو على اليوتيوب بيتكلم عن حاجة بيقول لك بتتعمل إزاي، والفيديو اللي بعديه اللي هو recommended من يوتيوب أصلًا بتفتحه وبتلاقي إن هو بيقول لك إن الطريقة الأولى غلط وإن الطريقة التانية دي هي اللي بتشتغل، والفيديو التالت بيكدب الطريقتين الأولى والتانية وبيقول إن طريقتي هي اللي بتشتغل، فعلًا اللي صح إن الناس دي مش نصّابة ولا الناس دي وحشة، هو ال3 طرق بيشتغلوا فعلًا، بس هي المشكلة كلّها في فكرة إن في طرق مختلفة للوصول للحاجة.
وربنا سبحانه وتعالى الحمد لله خلق لنا موضوع إن في طرق مختلفة للوصول للحاجة عشان إحنا أصلًا كناس مختلفين. في ناس مثلًا بتشتغل أو بتوصل بجلد الذات، في ناس بتشتغل أو بتوصل بالطبطبة، في ناس بتشتغل أو بتوصل بالتفكير. فوجود طرق مختلفة ده صحّي لينا، بس فكرة إن أنت عايز تتفرّج على ال70.000 طريقة كلّهم عشان تبدأ تاخد خطوة، هي دي المُعضلة اللي موقّفاك على إن أنت توصل لنجاحك أو إن أنت تاخد أي خطوة في الcareer بتاعك. فاللي إحنا عايزين نتوصّل له في الحلقة دي هي جملة بتقول لك إن أنت مش محتاج معلومات زيادة، أنت محتاج تبدأ وخلاص. طيب، تعالَ دلوقتي نناقش هي ليه الناس بتستخبى ورا موضوع المعلومات الزيادة؟ في أسباب، يعني في أسباب، والأسباب مختلفة تمامًا، وأنا باتكلم دلوقتي عايزك تحاول تبُص على نفسك. إيه من الأسباب دي أنت بتستغلّه علشان فعلًا تستخبى ورا المعلومات الكتيرة أوي اللي موجودة عندنا؟ أول حاجة وأشهر حاجة هي الخوف. في ناس كتير جدًا خايفة تبدأ عشان خايفة تفشل، في ناس كتيرة جدًا خايفة تبدأ ولكن تبدأ غلط، في ناس كتيرة جدًا شايفة إن هو لمّا مثلًا متحمّس أو إن هو مثلًا الأمل في إن هو لو اشتغل احتمال ينجح، ده يعني بيبقى خايف إنه يجرّب فعلًا ويفشل فيعرف إن هو إنسان فاشل. فالخوف شيء يعني للأسف بيمنعنا من حاجات كتيرة جدًا، وفي الحالة دي بيمنعنا من فكرة إن إحنا ناخد خطوات فعلًا تغيّر حياتنا، إن إحنا نوصل للغاية بتاعتنا أيًا كانت إيه. فعشان كده أنت لو إنسان خايف من النتيجة أو خايف من الفشل أو خايف من التعب اللي هييجي في المرحلة الجاية، للأسف ده بيبقى معضلة وحلها الوحيد إن مخّك بيبدأ يقول لك لأ أنت لسه ناقصك معلومة، اتفرّج على فيديو كمان، لإن الفرجة دي أو إن أنت تستهلك معلومات ده أسهل بكتير جدًا من أي حاجة تانية. تاني سبب هو الدوبامين، ودي يعني دي كانت مشكلة فيّا بجد ما كنتش أصلًا ملاحظها. فكّر معايا كده أنت لمّا بتبقى عايز تتعلّم حاجة بتتفرّج على فيديوهات كتيرة، من كتر ما أنت بتتفرّج على فيديوهات لناس ناجحة وناس عاملة فلوس وفاتحة شركات وبيتكلّموا بشكل حلو ولبسهم حلو وحياتهم حلوة، أنت بتبدأ تحس وكأنك واحد من الدايرة دي، بتبدأ تحس من كلامهم ده وكأنك أنت قُمت فعلًا وخدت خطوة وبدأت تشتغل. الفيديوهات دي كلّها كل ما أنت جسمك بيستلم معلومة جديدة هو ما كانش عارفها قبل كده، بيبدأ يفتكر إن ما هو يمكن دي المعلومة اللي كانت ناقصاني عشان أبدأ في الموضوع. والفكرة إن ما فيش معلومة بعينها هي اللي فعلًا ناقصاك عشان تبدأ وتنجح، لأ، بس أنت عشان مخّك سمع معلومة هو ما كانش يعرفها، بجد الدوبامين في جسمه بيعلى أوي لدرجات هو بجد بيخش ينام يحس أنا النهارده عملت إنجاز فظيع، أنا النهارده قطعت شوط كبير جدًا في رحلتي للنجاح. وطبعًا ده كله بلح طول ما أنت إنسان بيستهلك، طول ما أنت ما بتعملش أي حاجة تمامًا. فالدوبامين دي واحدة من الخدع اللي جسمنا للأسف بيمُر بيها، وأنا طبعًا المشكلة دي عندي لحد النهارده، لحد النهارده باتفرّج على مئات الفيديوهات وباخد نشوة إن أنا خلاص بقيت جزء من الموضوع، أنا خلاص عارف أنا هاعمل إيه، وفي الآخر ما باعملش أي حاجة. الحاجة التالتة ودي مشهورة جدًا يعني عند معظم الناس وهي الperfectionism، إن أنت عايز تعمل كل حاجة بتكامل وكمال، وده طبعًا ده شيء يعني مش طبيعي ومش موجود أصلًا عندنا في الدنيا. أنا مش هابدأ غير لو بدأت صح، أنا مش هابدأ غير لو كل حاجة perfect، أنا مستني اللحظة المناسبة. وعايز أقول لك إن يعني على قد ما ده حاجة بتوقّفك من وصولك للنجاح، على قد ما أنا شُفت ناس والله اتكلمت مع ناس بجد، هو مش مثلًا مستني يشتري أحسن كاميرا عشان لمّا ينزّل فيديو يبقى أحسن فيديو، لا، 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 لأ، هو شايف إن هو محتاج يبقى أكتر إنسان مثقف في المجال ده عشان يطلع يتكلم فيه أصلًا، من كتر ما هو شايف إن في ناس كتير بتتكلم ما عندهمش معلومات صحيحة أو ما عندهمش معلومات كفاية. وأنا بالنسبة لي دي مشكلة كبيرة أوي، ما تفتكرش إن ده صح، ليه؟ لإن ما فيش حد هيحصى كده العلم كلّه في مجال فيطلع يتكلّم فيه، ده مش option، ده مش حاجة موجودة، والعلم في أي مجال ما بيخلصش. ففكرة إن أنا مستني يبقى معايا معلومات كفاية عشان يبقى عندي ثقة أتكلّم في المجال، دي حاجة نسبية جدًا، جدًا، جدًا. أنت لو معاك معلومة واحدة ممكن تطلع تتكلّم في المعلومة دي، ممكن تمحور المحتوى بتاعك والكورسات بتاعتك وكل حياتك حوالين معلومة واحدة، ده ينفع يجوز طالما معاك المعلومة وإن أنت مش بتكدب فيها. بس فكرة إن أنا محتاج أبقى أذكى واحد في المجال ده كله في العالم عشان أطلع أتكلم، وأنا والله مش بابالغ، في ناس كانت بتقول لي كده، دي حاجة مش طبيعية. فالperfectionism ده شيء طبعًا بيخلّيك دايمًا حاسس إن أنت مش جاهز تبدأ، فدايمًا مستخبي ورا المعلومات الكتيرة على أساس إن أنت في الآخر هتلاقي المعلومات اللي هتحسسك إن أنت جاهز تبدأ. وآخر حاجة خالص الcertainty أو الناس
نفسها تبقى متأكدة إنها هتنجح، نفسها ما تضيّعش مجهودها هدر. ودي حاجة برضه مشهورة في موضوع الفلوس. معظم الكومنتات اللي باقراها عندي بتبقى يعني أنت متأكد لو أنا عملت كل ده هاعمل فلوس؟ الناس بتبقى خايفة أو عندها تشكُّك إنه أصل أنا الصراحة مش عايز أحُط مجهود وأتعب وأجرّب وأقعد شهور وأستثمر في نَفْسي وفي الآخر ما أوصلش، فأنا لازم أأكد المعلومة، فأنا لازم أكتب كده أو أقرا الكومنتات بتاعة الفيديوهات وأشوف هل في حد كتب إن هو جرّب وفعلًا عمل فلوس؟ أو لازم أسأل يعني بجد هاوصل؟ أنا بجد مش عايز أضيّع وقت. وطبعًا ده شيء يعني خيالي يعني، لإن في الأول والآخر ما حدش يقدر يعرف المستقبل لإن ده علم غيب، فما حدش يقدر يعرف أنت هتوصل والّا لأ. والناس في الأول والآخر في الفيديوهات بتوصف لك الخطوات اللي هم عملوها عشان هم يوصلوا، بس أنت مش مصدّقه لإن هو ده راجل صانع محتوى، فبتبُص على كومنتاته عشان تلاقي حد تاني بيقول نفس الكلام اللي الراجل أصلًا قاله لك في الفيديو. طب ما هو الفيديو مبني على فكرة إن أنا جرّبت، فأنا باقول لكم يا شباب إن أنا جرّبت، فبتخش في الكومنتات تقول يا جماعة في حد جرّب عشان عايز أشوف حد جرّب، ما هو أنا اللي جرّبت، ما هو أنا اللي باتكلم أهو. فطبعًا فكرة إن أنا عايز أبقى متأكد إن أنا لو تعبت هاوصل، شيء طبعًا يعني مش منطقي ويعني مش بيوصّل في أي حتّة نهائيًا. طيب تعالَ نتكلم في الحقيقة اللي هتضايقك شوية. علشان توصل لأي حاجة في الدنيا في خطوات، والخطوات دي واضحة، والخطوات دي منهج علمي معروف. أي حاجة في الدنيا لو أنت عايز تعمل فلوس في خطوات عشان تعمل فلوس، هتعمل 1، 2، 3، 4 بالترتيب ده، بالطريقة دي، وهتعمل فلوس. طب ما هو لو في خطوات إن إحنا نوصل لأي حاجة ده ما كانش حد غلب، ما كان كلنا نفذنا الخطوات دي. وهنا بتيجي بقى المشكلة فعليًا، إن السبب الرئيسي لعدم نجاح الناس كلها في أي موضوع هي مشكلة إن الناس فعلًا مش بتعمل كل الخطوات أو مش بتعملها صح. المهم الخطوات دي موجودة وأنت عمّال تتفرّج على كل الفيديوهات اللي موجودة أونلاين اللي بتقول لك نفس الخطوات دي، بس الحاجة اللي أنت بتدوّر عليها في الفيديوهات دي هي الحبشتكنات. يعني إيه حبشتكنات وإيه اللي أنا باقوله ده؟ كل الفيديوهات اللي بتعلّمك إزاي تعمل فلوس أونلاين، الراجل فعليًا بيقول لك الخطوات، أنت هتعمل account مش عارف فين، أنت هتكتب مش عارف إيه، أنت هتعمل ده صح وهكذا. ولكن الحبشتكنات اللي في الفيديوهات عبارة عن قصتي أنا في الخطوات دي، رحلتي أنا في الموضوع ده، إزاي أنا نفّذت الخطوات دي. الكلام ده كلّه كلام معنوي، يعني الكلام ده كلّه كلام صح وحقيقي وأنا فعلًا باحكي لك قصتي، بس ده كلام يليق عليّا أنا، لإن أنا تركيبتي كده، أنا ده اللي حصل معايا، أنا كان حظي كده. وهو ده سبب إن أنت بتتفرّج على الفيديو وحد بيقول لك الطريق ده صح وحد تاني بيقول لك لأ، الطريق ده هو اللي صح. مش بس كده، ممكن حد يكون جرّب الطريق الأولاني وما اشتغلش معاه. هل ده بيقول إن الطريق نفسه غلط ما بيشتغلش؟ لأ، لإن هو اشتغل مع ناس تانية. فاللي عايز أوصّله لك إن الحقيقة الفعلية اللي هتضايقك إنه الخطوات لوصولك للنجاح واضحة جدًا، ولكن كل اللي في الفيديوهات دي مجرد حبشتكنات وآراء ولا هتجيبك قدّام ولا هتجيبك ورا. هي مجرد بتدّيك الطمأنينة إن والله في حد جرّب وده رأيه في الموضوع، ولا بتأكد لك نجاحك ولا بتأكد لك فشلك. فتعالَ بقى ننهي الحلقة دي بشوية خطوات عملية إزاي تقدر تبدأ وما تقعش في الحفرة بتاعة المعلومات الزيادة دي. الخطوة الأولى هي إنك تتفرج على فيديوهات وتاخد معلومات كفاية. أيوه فعلًا دي الخطوة الأولى يعني. ما هو أنت في الأول والآخر لازم تثقّف نفسك في الموضوع، بالذات لو أنت لسه بادئه، ولكن لازم تبقى حاطط لنفسك limit معين. يعني لمدة يوم واحد، لمدة ساعتين أو 3 ساعات في هذا اليوم، هتاخد كل كمية المعلومات اللي أنت قادر تاخدها في الموضوع ده. الخطوة التانية إن أنت بعد ما تعمل الاستهلاك بتاع المعلومات ده كله، هتبدأ تدوّر على الخطوات اللي بتوصّل للنجاح. هتدوّر عليها إزاي؟ من الآخر كده لمّا تتفرّج على 10 فيديوهات، هتلاقي إن في أجزاء معيّنة في الكلام اللي الناس بتقوله متكرر. الناس كلّها بتقول أنت لازم تستخدم الموقع الفلاني، الناس كلّها بتقول أنت لازم تستخدمها بالطريقة الفلانية. الحاجات اللي متكررة في المحتوى بتاع الناس اعرف على طول إن هي دي الخطوات اللي أي حد لو عملها هيوصل لنجاح. اللي باقي بقى اللي فرق ما بين الراجل ده وده وده هي الطريقة اللي هو نفّذ بيها الخطوات أو مش عارف إيه. فأنت محتاج تلاقي الحاجة الcommon، الحاجة المتكررة في كل الفيديوهات دي أو في كل الحاجات اللي أنت بتقراها دي، علشان تعرف إن دي فعلًا الخطوات الحقيقية. وآخر حاجة خالص إن أنت محتاج تبدأ في الخطوات الحقيقية، محتاج تبدأ تشتغل. في كل حلقة بنتكلم بنقول لازم تبدأ، ما فيش حاجة مفروض تمنعك من إن أنت تبدأ، ما فيش مشكلة إن أنت تبدأ وفي نفس الوقت تكون لسه بتثقف نفسك، ما فيش مشكلة إنك تبدأ يومك بساعة من إنك بتستهلك وبتثقف نفسك وبساعة تانية بإنك بتنفذ اللي أنت بتتعلمه. ودايمًا افتكر إن أنت
تعمل الشيء، تنجز الشيء أكبر بكتير من إن أنت تعمله بشكل حلو. في ناس كتير عملت الحاجة ووصلت، وأكترية الناس اللي ناجحة جدًا النهارده ووصلت هم ناس فعليًا بدأوا وهم مش جاهزين يبدأوا. ومن الخبرة اللي خدوها في مرحلة إن هو بيفشل كتير أو بيقع كتير وكده، النهارده وصل لنجاح باهر لإن هو اتعلم بالتجربة، وده أحسن بكتير جدًا من إنك تتعلم بإنك قاعد على الكنبة بتتفرج على فيديو. بس كده يا سيدي، أتمنى تكون فهمت الحلقة بتاعة النهارده، أتمنى ما تكونش بتضيّع وقتك في فيديوهات كتيرة، وأتمنى إن أنت إن شاء الله تبدأ. وما تنساش طبعًا تعمل subscribe وcomment وlike وshare، وأشوفكم في الحلقة اللي جاية.